انخفضت توقعات النمو بشكل متواصل وعلى التوالي من 5% إلى 24% ثم إلى 3%. فالأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا تسببت في ارتفاع النفقات وانخفاض في الإيرادات. بالنسبة للنفقات ارتفعت فاتورة الطاقة خلال أول الشهرين من العام الجاري بنسبة 27% وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط. ومع الحراك الاجتماعي الذي شهدته البلاد زادت فاتورة دعم المواد الأساسية وذلك بنسبة 16%، لا سيما وأن البلاد تنفق على هذا الجانب نحو 6% من حجم اقتصادها البالغ 97 مليار دولار. أما تراجع الإيرادات فسببه معاناة عدة قطاعات، فالزراعة أصابها الجفاف هذا الموسم وإنتاجها سينخفض إلى 4 ملايين طن بعدما بلغ 10 ملايين طن خلال الموسم الماضي، وهذا سيدفع الرباط إلى استيراد أكثر من 3 ملايين طن من القمح هذا العام. وتمثل الزراعة 17% من حجم الاقتصاد ويعتمد عليها 40% من السكان. الأزمة المالية الأوروبية أثرت بدورها على الاقتصاد المغربي، فأوروبا تستحوذ على ثلثي حجم التجارة الخارجية للمغرب، ويعمل في أوروبا 3,100,000 مغربي بلغت تحويلاتهم للمغرب 7 مليارات دولار خلال العام الماضي. ومع أزمة البطالة في أوروبا يتوقع أن تتراجع هذه التحويلات، كما يأتي من دول أوروبا 80% من السياح إلى المغرب والذي يبلغ عددهم 9 ملايين سائح. أزمة اليورو ستقلص من عدد هؤلاء، ما يعني تراجعا في قطاع السياحة الذي يمثل نحو 9% من حجم الاقتصاد والذي يوفر كذلك 500,000 وظيفة. كل هذه المؤشرات تؤكد أن الحكومة الجديدة ورثت تحديات اقتصادية كبيرة بسبب تراجع الإيرادات، وأمامها مطالب اجتماعية بزيادة الرواتب وتوفير مناصب العمل وتحسين الظروف الاجتماعية. الحكومة تقول إنها قادرة على مجابهة هذا التحدي من خلال ما تطرحه من إصلاحات اقتصادية شاملة، وتقول بأن أكبر دعم لها هو الشعبية التي تحظى بها برامجها.